من الحاجات المؤكده في حياتنا اللي كلنا عارفينها وشفناها في الناس الناجحين اللي حوالينا، ان انت لو ما جازفتش فعلا مش هتوصل لاقصى امكانياتك، هتفضل واقف مكانك. ده الجانب الكويس. الجانب الوحش اللي كلنا برضو بنفكر فيه ان اسمها مخاطره، يعني في خطر عليا، في حاجه ممكن اخسرها. وطبعا مع وجود الالتزامات في حياه كل شخص فينا بقى موضوع المخاطره ده اصعب، بتخاف تخسر اللي انت فيه وتخسر اللي انت رايح له. يعني مثلا انت لو شغال في وظيفه 8 ساعات وعايز ان انت تحول الهوايه بتاعتك لبزنس تكسب منه فلوس، لو انت فعلا ما عندكش خبره في البيزنس اللي انت رايح تعمله هيبقى فيه مخاطره كبيره، ولو فشلت هتبقى خسرت الاتنين. عشان كده الاقوياء بيعملوا حاجه اسمها المخاطره المحسوبه، calculated risks. مساء الخير، انا ميرنا انور وبكون معاكم في برنامج راديو تلخيص الكتب اللي هتطور تفكيرك وتغير شخصيتك. السلوك السادس من كتاب 13 شيء لا يفعله الاشخاص الاقوياء عقليا لإيمي موري. They don't fear taking calculated risks. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش بيخافوا ياخدوا المخاطره المحسوبه. اهم حاجه في المخاطره المحسوبه ان انت تفرق بين المنطق والعاطفه. المنطق هيخليك تاخد قرارات عقلانيه محسوبه، اما العاطفه هتخليك تاخد قرارات متهوره غير عقلانيه ومش محسوبه. يعني مثلا انت لو شخص عايز تسيب وظيفتك عشان خاطر تبتدي تعمل بيزنس، فانت لو حكمت عاطفتك وخليت نفسك ماشي ورا المشاعر اللي جواك ومشاعر الغضب من مديرك ومشاعر الاستياء من زمايلك او مش حابب الحاجه اللي انت بتعملها فعايز تعمل الحاجه اللي انت بتحبها فعلا، هتروح تسيب شغلك تاني يوم الصبح تبدا البيزنس بتاعك. وفي الغالب طالما ما انت فكرت بالطريقه دي احتمال كبير جدا ما يكونش عندك خبره فيه، فساعتها المخاطره هتبقى كبيره جدا. العكس بقى، الناس الاقوياء عقليا بيحكموا المنطق بتاعهم. انا دلوقتي حد عايز اسيب شغلي او مش مبسوط في شغلي او عندي اسباب كتير مخليني عايزه اسيب شغلي، هعمل ايه؟ هعمل المخاطر المحسوبه. افضل مثال جه في بالي وانا بقرا النقطه دي في الكتاب، مثال اتنين من اشهر وانجح اليوتيوبرز اللي موجودين دلوقتي، مايكل راشد صاحب برنامج الزتونه واحمد ابو زيد صاحب دروس اونلاين. بصراحه الاتنين دول مثلي الاعلى ومثل ناس كتير جدا منكم. واحد دكتور وواحد مهندس اتفقوا على حاجه واحده بس، ان هم قرروا يعملوا الحاجه فعلا اللي هم بيحبوها واللي شغفهم فيها. بس قبل ما يعملوها فكروا كويس جدا ان هم ياخدوا المخاطر المحسوبه. عملوا حاجتين، اولا عملوا النقطه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده اللي هي المخاطر المحسوبه. هم ما سابوش شغلهم تاني يوم الصبح، لا، هم الاثنين لما طلعوا اتكلموا قالوا ان هم فضلوا مكملين في وظيفتهم بجانب اليوتيوب، ولما اليوتيوب ابتدى يجيب لهم دخل يقدروا يعتمدوا عليه سابوا وظيفتهم واتجهوا على طول للشغل على اليوتيوب وادوا كل وقتهم. الحاجه الثانيه اللي خدناها السلوك اللي فات ان هم ما همهمش ارضاء الناس. واحد دكتور وواحد مهندس لما يقولوا للناس ان احنا هنبدأ نطلع على اليوتيوب او ان احنا هنسيب دكتور ومهندس وكليات قمة وتعب سنين ومش عارف ايه وهنبدأ نطلع على اليوتيوب، اكيد مش كل الناس كانت مدعمة الفكرة دي. هم ما همهمش ارضاء الناس، واللي قواهم اكتر ان هم خدوا مخاطر محسوبة، ما تهوروش، ما مشيوش ورا عاطفتهم او الحاجة اللي هم بيحبوها وراحوا سابوا كل حاجة وراهم وراحوا بدأوا على طول في اليوتيوب. لا، خدوا المخاطر المحسوبة ونجاحهم النهاردة اكبر دليل ان مش دايما ارضاء الناس صح ومش كل مخاطره وحشه. فسواء مايكل راشد سواء دروس اونلاين، حابه اقول لكم شكرا عشان انتوا اثرتوا في ناس كتير جدا وانا كنت واحده منهم. وبرضه خلينا مدركين لنقطه ان في فرق بين المخاطر المحسوبه وفي فرق بين التأجيل والتسويف. انت لو عندك حلم وعمال تأجل فيه، لو دورت هتلاقي ان انت مش بتحسب بس المخاطر، هتلاقي ان العاطفه هي اللي مخليك تأجل، مشاعر الخوف من الفشل هو اللي مخليك تأجل، مش ان انت بتحسب المخاطر. حساب المخاطر دايما بيبقى معاه فعل وحركه، مش هتعرف فعلا تحسب المخاطر غير لما تدخل جوه. وهنا المخاطر المحسوبه بتحدد الفرق بين اللي بيعيش حياه عاديه او بيعيش حياه استثنائيه. ايمي بتحكي موقف على مخاطر الصغيره شويه، ان هي في حفل تخرجها اتطلب منها ان هي تلقي كلمه قدام الناس. ايمي كانت خايفه جدا ومتوتره جدا لدرجه ضيعت فرحتها بالفرصه دي. ايمي لما فكرت بالمنطق وقعدت حسبتها لقيت ان هي قلقانه من ايه، لقيت ان هي خايفه ان الناس ترفضها. فدايما تفكير المنطق بيخلينا نشوف ايه الحل في الحاله دي. فاتفقت هي واصحابها ان هي خايفه ان الناس ترفضها. دي المشاعر بتاعتها، مشاعرها ان هي خايفه من الرفض. المنطق بيقول ايه؟ ان الخوف من الرفض مش هيوقفني، والخوف من الرفض مش نهايه العالم. وايه يعني لو حصل رفض؟ طب هنتحايل على الموضوع ده ازاي، او هنعالج الموضوع ده ازاي، او هنقلل حده الموضوع ده ازاي وتبقى المخاطره فعلا محسوبه. اتفقت هي واصحابها ان اول ما تخلص اصحابها يسقفوا لها جامد جدا 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 ويشجعوها. فعلا بعد ما خلصت الكلمه بتاعتها اصحابها سقفوا جدا جدا وشجعوها، فبالتالي الناس اللي حواليهم عملت زيهم وسقفوا وشجعوها. فبالمنطق قدرت تتغلب على العاطفه بتاعت خوفها. فلو انت فعلا عايز تتطور وتوصل لاقصى امكانياتك، بص للمخاطر اللي مخوفاك او الحاجات اللي مخوفاك على ان هي مش خطر قوي. يعني الكلام قدام الناس بالنسبه لايمي كان خطر، بس بالنسبه لناس تانية هم بيعملوها كل يوم ومش حاسين ان فيها مشكله. فدايما احنا في عقلنا او العاطفه عموما بتخلينا نهول
خطورة الموضوع. طيب عشان تكون مطمن وتتأكد ان المخاطر دي محسوبة ومفيش حاجة توقفك على ان انت تاخد مخاطر وان انت تجازف في حياتك وان انت توصل لافضل مكان انت تستحق تكون فيه، هتعمل ايه؟ هتسأل نفسك الاسئلة دي عشان تكون مطمن جدا. اول سؤال معانا، ايه التكاليف اللي انا هتكلفها لما اخد المخاطرة دي؟ هخسر فلوس؟ هخسر وقت؟ ايه التكاليف اللي هتبقى عندي لما اعمل الحاجة دي؟ وليكن ان انا عايزه اعمل قناة يوتيوب، فممكن ان انا اخسر شوية وقت. تاني سؤال، ايه المكاسب اللي هتعود عليك لو الموضوع مشي كويس ونجحت فيه؟ ايه المكاسب اللي هتعود عليك من حاجة زي كده؟ هتكسب علاقات، هتكسب خبرة، هتكسب فلوس. اكيد كل حاجة انت عايز تخاطر ليها هتكسبك حاجة من الحاجات دي. تالت سؤال معانا، ازاي المخاطرة دي هتساعدني ان انا اوصل لهدفي؟ لو انت مثلا عايز تكسب فلوس، فهل البيزنس اللي انا هعمله ده هيرجع لي فلوس فعلا؟ رابع سؤال، ايه البدايل؟ ايه البدايل اللي قدامي عشان المخاطرة دي فعلا تكون محسوبة؟ يعني بلاش تبص للموضوع على ان قدامك اختيارين، يا هتاخده يا مش هتاخده. لا، اكيد في بديل، منطقة في النص وسط تخليك تاخد القرار بس يكون فعلا قرار ما يشكلش عليك خطر. زي مثلا في حالة مايكل واحمد اللي قلنا عليهم ان هم عايزين يعملوا قناة يوتيوب. الحل الوسط او البدايل اللي خدوها في النقطة دي انه لا، انا مش هسيب وظيفتي بس في نفس الوقت مش هستغنى عن حلمي، مش هسيب وظيفتي بس مش هاخد المخاطرة، لا انا هعمل حاجة في النص، ان انا هعمل دي جنب دي. النقطة الخامسة اللي انا عارفة ان كلكم هتحبوها، ان انت تتخيل افضل سيناريو، بيست كيس سيناريو. ماذا لو حصل الحاجة اللي انت عايزها وحققت نجاح فيها؟ حياتك هتكون عاملة ازاي بعدها؟ بس خليك واقعي في النقطة دي عشان ساعات احلامنا بتكبر مننا عشان لما توصل ما تحبطش شوية. سادس حاجة، انه للأسف برضو زي ما تخيلت احسن سيناريو لازم تتخيل اسوأ سيناريو. تخيل اسوأ حاجة ممكن تحصل وحط بلان بي، عشان للأسف لو الحاجة دي حصلت تقدر تتحرك وتقدر تتعامل مع الخسائر، ما تقفش في مكانك وتحبط. سابع حاجة والاخيرة، القرار اللي انا هاخده ده بعد 5 سنين هيخليني فين؟ هيأثر في حياتي الاجتماعية والعملية وكل حياتي هيأثر فيها ازاي؟ لو سألت نفسك ال7 اسئلة دول يبقى انت فعلا واثق ان المخاطرة اللي هتاخدها انت هتبقى عامل حسابها 100% ومستعد لأي حاجة ليها. في النهاية ما تخافش تاخد المخاطر المحسوبة، واخرج بره الكومفورت زون، اخرج بره منطقة الراحة اللي انت فيها، لان ده هو اللي فعلا هيوصلك لأهدافك وهيوصلك للنجاح اللي انت عايزه. وخليك فاكر النجاح مش هيدور عليك، انت اللي هتدور عليه. وما تنساش بقى تقولي في الكومنتات خاطرت قبل كده ولا لسه خايف. وما تنساش برضو تعمل لايك وشير للفيديو، يمكن حد يخاطر ويستفيد. وطبعا سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك السلوك السابع اللي هيكون معانا في الفيديو الجاي.